ازاي عملتي كارير شيفت وامتى وازاي حددتي ان ده المجال المناسب ليكي؟ هتصدقني بقى لو قلتلك انه انا القرار حسيت ان هو اتاخد بالنيابه عني، يعني مشيت فيه كده وما كانش مدروس قوي يعني. طبعا انا عارفه انت مش عايزه تسمعي ده، انت عايزه تسمعي ان القرار كان مدروس. لا، هو ما كانش مدروس. هو انا لما جيت وبدات اشتغل كنت open mind ان أنا اشتغل، عايزه اشتغل في اي مجال، انا عايزه اكتسب خبره. انا عارفه ان الشغل هنا مش هيبقى سهل، انا عارفه ان الحياه هنا competitive، انا عارفه اولبني ما فيهاش فرص عمل منتشره قوي زي المدن. فالوظائف اللي هنا اغلبها وظائف يعني تبع الستيت، عشان هو ألباني دي العاصمة الإدارية بتاع الولاية، فبالتالي معظم الوظائف فيها وظائف ستيت جوبز. فانا عارفه ان الموضوع هيبقى في يعني في منافسه عاليه. انا محتاجه ان انا ما عنديش خبره، انا جايه هنا بيبي، يعني انا جايه ما عنديش خبره في البلد. لما جيت اقدم على شغل، الفرصه اللي اتفتحت قدامي كانت فرصه في مجال الفاينانس، وانا برضو عارفه اللي عايزه اخبط في اي حاجه لحد ما احس ان انا فيت ان في مكان، لحد ما احس ان ده مكاني. مش عايزه اقف كده، ويعني دورت في المجال الاي تي، دورت في مجال الكمبيوتر ساينس، ودورت في مجال الفاينانس، فانفتحت لي الفرصه في مجال الفاينانس فدخلت فيها. نوع الشغل نفسه والمكان اللي بتشتغلي فيه يفتح نفسك، والبنفيتس اللي موجوده في المكان تخليكي تقولي لا خلاص انا تمام هنا. فهو الموضوع بصراحه ما كانش يعني ما فيش سكيم يعني وخطه كبيره مدروسه. هو الموضوع جه كده، هو بيبقى نصيب يعني، وطريق انا مشيت فيه وفي الاخر طالما انت ناجح في المكان اللي انت فيه، طالما انت مش حاسس ان انت بتضيع وقتك في الوظيفه اللي انت فيها او في الشغل اللي انت فيه، وهو حاجه انت هتتقدم فيها وحاسس انها في بعدين في بكره فيها، فانت ما بتضيعش وقت، فدي شغلانه ناجحه جدا.